شوفوا، راه آلد دجاجة مبخرة معمرة محمرة في الفرن. ممكن تجربوا، كتجي خطيرة. غير جربوها، ما غاديش تحشمكم نهائيا. نبداو على بركة الله بالتوابل. غادي ندير ملعقة كبيرة عامرة ديال الخرقوم، شوية سودانية، تقدروا ديروا الهريسة، نصف ملعقة عامرة بسيبيسة، ملعقة عامرة سكنجبير، ملعقة ممسوحة ديال الابزار، ملعقة عامرة قزبر يابس، راس معلقة ديال حبة الهيل قعقلة. غادي ناخد كاس، غادي ندوب فيه واحد ضامة ديال الزعفران، اللي عندها زعفران حر تستعملو. نكمل باقي التوابل. غادي نضيف السمن في هاشوار. غادي ندير فيها واحد الكميه من الربيع الحامض اللي غادي نحيد ليه العظم ديالو. انا ما غاديش نضيف الملح نهائيا حيت الحامض وضامه والسمن كفايه. غادي نضيف الثوم، وغادي نضيف عليهم داك الكاس ديال الزعفران، وغادي نطحنو معاهم. غير جربوا هاد الطريقه غادي تشكروني عليها. غادي نطحنهم ونضيفهم فوق التوابل. غادي نخلط كلشي مزيان. غادي نعاود نضيف واحد شويه ديال الماء، غير شويه القليل، وغادي نهز واحد الكميه. غادي نخليها باش نديرها مع شعريه الارز. وغادي ندوز باش نشرمل الدجاجه ديالي اللي غسلاها مزيان، وغادي نحاول ندخل ليها الشرموله من جميع الجوانب. من بعد غادي ناخد سكين ونبدا نفلح ليه الصدر ديالو باش يجي صدر فتي وتدخل ليه العطريه. حاولوا انكم تحافظوا على الجلده ديالو باش ما تقطعش لكم. انا اصلا عندي مقطعه من جهه الوسط، ولكن غادي نقادها. كنفلح ليه الصدر ديالو كامل. مباشره كنجيب شعريه الارز اللي درت فيها ديك الشرموله، كنضيف عليها الزيتون اخضر مقطع. تقدروا تضيفوا عليها حتى الكبده اللي كتكونوا سالقينها في شويه الماء مع الخل ووراق سيدنا موسى ودروس ديال الثوم باش ما تبقاش فيها الزفوريه. كتقطعوها وتضيفوها معاها وكتعمروها في الدجاجه ديالكم. صافي، في هاد الاثناء كنبدا نعمر الدجاجه ديالي بشعريه الارز. كنحاول انني ندخلها مزيان وكنجمع الرجلين ديال الدجاجه، وكنعاود ندخل هذيك الشعريه فيها وكربط ليها رجليها مزيان. غادي نحاول انني نثبت ليها الجناوح ديالها باش ما تبقى مجموعه وما تحلش. صافي، كنجيب البرمه ديالي كنفرش فيها ديك الشعريه اللي بقات ليا، وكنحط الدجاجه على صدرها. كنجيب ورق الطبخ اللي درت فيه الماء باش يسهل عليا نتحكم فيه، وكنغطيها ببابي الومنيوم وكنردها فوق النار تبخر. صافي، من بعد ما كطيب كناخد لاطه اللي غادي ندخلها فيها الفران. غادي ندهنها بالزبده والهريسه، كيعطيها واحد اللون زوين بزاف. غادي نحاول ندهنها من جميع الجوانب باش تجيني كامله نفس اللون، باش يجي حتى المنظر ديالها زوين ماشي غير المذاق ديالها. صافي، وكندخلها الفران كتحمر وكتكون وجدات. فوليا هاد الدجاجه شحال كتجي لذيذه وبنينه، والمنظر ديالها رائع وما كتاخدش الوقت نهائيا وما كتعذبش. انا فضلت انني نقدمها مع الدغميره، تقدروا تضيفوها مع الخضره، كيبقى لكم الاختيار. وهذه هي دجاجتنا المحمره المبخره المعمره. الى عجبتكم الطريقه ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه.